في هذا كله جاءت صفعة شديدة، ولا من خلال كل هذا اللي واقع في البلاد جاءت صفعة شديدة هذه المرة من ما يعرف بلا كاف، كونفدراسيون افريكان فوتبول، واللي قابلت ملف المغرب ورفضت ملف العصابة. لا أقول الجزائر، الجزائر راهي أسيرة، راهي مغيبة، الشعب الجزائري راهو تحت حكم العصابات، لكن العصابة كانت تريد، وهي جعلت من الفوتبول قضية كبيرة جدا، صرفوا آلاف المليارات تاع السنتيمات من اللي جا تبون حتى قبله، لكن خاصة من اللي جا على أساس 4 ملاعب، وعلى أساس مانيش عارف، وصرف أموال و وبعدين الكونفدراسيون ضربوهم بصفعة شديدة. بعض الإعلام اللي هو إعلام الرونجيرز أو بعض الفرديات بما فيهم اللي عايشين في قطر اعتبروا أن هذا راجع لأن الجزائر ما تعرفش تدير لي كوليس، وما تعرفش تلعب في الخلف، وأن النظام المغربي عنده علاقات تاع لي كوليس ويشري في الذمم ومش عارف، ولقجع ما لقجع إلى آخره. ايش هذا التفسيرات البائسة؟ ما هذا التفسير البائس الفاشل الرديء؟ أنا بالمناسبة أنا هذه ما عدا كأس العالم اللي تحولت فعلا فيها كرة القدم إلى قضية سياسية عالمية، شفناها خاصة في آخر نسخة في قطر، واللي ربما تشوف فيها، يعني لما تشوف ماتشات تشوف فعلا في كأس العالم تقدر تشوف، أو في البطولة الأوروبية تقدر تشوف مثلا بعض الماتش اللي هما بالفعل مستوى عالي. هذه تاع الدول الإفريقية واللعب في الدول الإفريقية هذا لاعب ما، يعني شوف البطولات الوطنية نتاعهم وشوف كلها فيها مشاكل وصراعات والدبازي والدم والتكسار في كل بلدان في افريقيا بلا استثناء، على درجات متفاوتة ولكن بلا استثناء. لكن تفسيرهم للموضوع كارثي كارثي. بدل من ان كان المفروض ينسحبوا منذ فترة، لأنه واضح انه ما الكونفدراسيون الافريقيه هذه مش حتوافق. علاش؟ خلينا نسمعوا علاش. نسمعوا من واحد لا يرقى له شك فيما يقول. اسمعوا ايش يقول. J'ai fait 10 heures de voiture avant-hier pour aller voir les installations de Annaba, aller-retour, et de Constantine plutôt. Annaba, on avait été. عفوا خلينا نشوفوا هذا قصير هذا أطول لأن هذا فيه أفضل. J'ai fait 10 heures de voiture avant-hier pour aller voir les installations de Annaba, aller-retour. Et de Constantine plutôt. Annaba, on avait été la veille aussi. C'est une partie de mon staff qui avait été à Annaba. Annaba, de toute manière, on n'a pas le choix. Le stade, il a été localisé là-bas. Peu importe l'état dans lequel il est pas comme au mois de juin. Ça, c'est sûr et certain. Il n'est pas dans le meilleur état qu'on l'aurait souhaité pour un match international. De toute manière, est-ce qu'il y a un stade en Algérie aujourd'hui qui est dans cet état-là? Donc, il n'y a aucun stade, que ce soit Barraki, que ce soit Oran. Là, l'île SF, là, les gens... Voilà, vous parlez tout à l'heure de responsabilité. Posez la bonne question, vous aurez la bonne réponse. Sans faire beaucoup de bruit. Posez la bonne question, bonne réponse. خلينا وش قال عاوش قال خلينا نعاودوا نسمعوا وش قال. Dans le meilleur état qu'on l'aurait souhaité pour un match international. De toute manière, est-ce qu'il y a un stade en Algérie aujourd'hui qui est dans cet état-là? Donc il n'y a aucun stade, que ce soit Barraki, que ce soit Oran. Là, l'île SF, là, les gens... طبعا كلكم تعرفوا هذا شكون، واللي ما يعرفوش هذا المدرب الوطني بالماضي، ربما معنا جانب راهم يسمعوا الآن. أو هذا المدرب الوطني ومحبوب الشعب الجزائري في الحقيقة، وحقق نتائج معتبرة في السنوات خاصة الأولى تاعو إلى آخره. وش يقول؟ قال لك ما كانش، ليس هناك ملعب يصلح في الجزائر، بما فيها ملعب براقي، هذا ملعب يسمونه نصر مانديلا، ولا ملعب وهران، هذا أيضا على أساس افتتحوه جديد وصرفوا عليه أيضا مانيش عارف مئات المليارات، ملعب براقي مئات المليارات، ما فيش. هاو علاش لاكاف
كي تسمع لاكاف هذا تصريح عنده أسابيع، نظن لما راحوا يقابلوا تنزانيا أعتقد في عنابة. هذا تصريح من الناخب الوطني كما يسمى، المدرب الوطني، هاوش يقول؟ ما عندناش ملاعب تصلح للعب. هذا مش أول مرة يشتكي، هذا طول عمره مسكين هو يشتكي من الملاعب، ومرة تحسه حاب يبكي على الملاعب والأوضاع في البلاد. يعني لا كونفدراسيون ما تحتاج تسمع مش عارف هذا المسؤول المغربي ولا هذا المسؤول مش عارف شكون ولي كوليس يكفي انهم يسمعوا حاجه كما، ولا انت تظنهم باللي رايحين يصدقوا هذا؟ هذا وش قال؟ بصح هما رايحين يصدقوا هذا اللي وريته لكم، ماهوش هذا، خاطش هذا معروف. يعني بدون ديماغوجيه، احنا الملاعب رانا نديروا فيها الشباب تاعنا باش المستوى تاعو يطلع. تبقى التنظيم ما تنظيم. انا قلتها للسيد رئيس الفيفا ان في حالة ما يحبوا ينظموا مباراة ولا دولية هنا، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية عالمية، مرحبا بهم. أوروبية وعالمية، من ناحية أوروبية وعالمية. يعني الناخب الوطني يتألم أنه مش قادر يلعب مع فريق إفريقي ما عندوش استاد. والسيد يتكلم وقال لك تكلم مع تاع لافاف وقال له يدير له مستعدين يجيب فرق أوروبية وفرق عالمية تلعب في الجزائر. درك هذا راه عايش مع الشعب، عايش في البلاد، عايش في المريخ، عايش في زحل. وين عايش؟ وين عايش هالسيد؟ هاو علاش لما كنت دائما في البداية لما ظهر نقول أنه يكذب أكثر ما يتنفس. طبعا الآن مش عارف وش نقول، يكذب أكثر من ماذا، يعني لا أجد كلمة أخرى. يعني لما نقولوا باللي هذا القوم عايشين في عالم آخر، طيب مش تبلي عليهم، مش نظلموا فيهم. أو حاب فرق أوروبية وعالمية، في حين أن الوضع كارثي من خلال الناخب الوطني. طبعا لا يكفي أنك تبني استاد جديد، هل يصلح أم لا؟ روح سقسوا أهل تيزي وزو يقول لكم على أرضية الملعب اللي بنوه أيضا بمئات الملايير ومازال يخسروا عليه. شوفوا العشب نتاعو حرق كامل، أو كان باش يروح يدشنوا تبون في الأسابيع الماضية وبعدين فشلت الأمور، كان باش يروح في 5 جويلية لكن فشل الموضوع. هل لاكاف أو اللاعبين أو لافاف أو الفيفا أو يسمعوا الفيفا ولا كاف، هل يسمعوا التبون ولا يسمعوا بالماضي؟ كونجا تبون لا يكذب أصلا، كونجا لا يكذب، ما يسمعولوش. مسؤول سياسي يقول أي شيء، فما بالك أن تبون مشهور عالميا الآن بالكذب. لعل الكارثة اللي دارها في الأمم المتحدة دليل آخر. فالقضية ما عندهاش علاقة بمانيش عارف لكجع ولا لقجع ولا فلان ولا فلتان ولا ليكوليس، ما عندهاش علاقة بذلك. عندها علاقة بحقائق على الأرض، فاكتس، لي الوقائع، حقائق. والحقائق على الأرض تقول أن الفوتبول كارثة، أن الملاعب كارثة، أن التنظيم كارثة، أن المسؤولين كارثة الكوارث، أننا نعيش في دولة العصابات، دولة الكذابين، دولة المخادعين، دولة الماكرين، دولة المنافقين. هذول هم الحكام اللي حاكمين البلاد. وأن العالم الخارجي يعرف الحقائق ولا تغيب عنه هذه الحقائق، وأن الشعب الجزائري يعرف هذه الحقائق ولا تغيب عنه هذه الحقائق. إنما مسيطرين بالدبابة، مسيطرين بالقهر، مسيطرين بالقمع، ودي البلاد للهاوية. حفظ الله البلاد وحفظ الله شعب البلاد وحفظ الله الناس، حفظ الله خيار البلاد أينما كانوا في داخلها وفي خارجها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.